النهاردة هعمل معاكم البفتيك بطريقتي المفضلة، ويا سلام بقى على التتبيلة بتاعت البفتيك، وكل مكون في التتبيلة هيفرق جدا في طعم البفتيك. يعني الفيديو ده مهم جدا، وكمان هقولك ازاي تتبليها وتحتفظي بيها في الفريزر. يلا بينا نبدأ وصفتنا. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. وزي ما انتوا شايفين كده من اول الفيديو وانا عمالة ادق على البفتيك بالمدق علشان نفتح المسام بتاع اللحمة وتشرب من التتبيلة كويس جدا. بعد ما خلصنا الكمية كلها ودقيناها بالمدق، هجيب بصلتين وهبشرهم، وهبدأ ان انا اصفيهم بالمصفى كده زي ما انتوا شايفين. والبصل ده تعملوا بيه كفتة او اي حاجة. الزمن اللي احنا فيه ده ما يترميش فيه اي حاجة. هجيب كمان حبايتين من الطماطم وهنبشرها، وبعد كده هنصفيها وهنزل عليهم ببيضتين. دلوقتي فاضل بقى ان احنا هنحط البهارات. هضيف معلقة صغيرة من ال7 بهارات، معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الكمون، وكمان معلقة صغيرة من الفلفل الاسمر، وهضيف معلقتين من الدقيق، وهنقلب الخليط. لو لقيت الخليط لسه خفيف هنضيف دقيق تاني. يعني الدقيق هيبقى تدريجيا على حسب القوام بتاع الخليط اللي احنا عايزينه. دلوقتي هلاقي ان الخليط خفيف، هضيف كمان معلقة من الدقيق، وكده التتبيلة بقت جاهزة معانا. هنتبل بقى البفتيك بتاعنا كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا لو انتي مستعجلة يعني سيبيها في التتبيلة ساعتين 3 ساعات. ولو انتي عايزة تحطيها في الفريزر هتعمليها بالطريقة دي، مش هتحطي عليها البقسماط نهائي. ووقت ما تحتاجيها تطلعيها وتحطيها في البقسماط وتقليها على طول. تبلنا كل الكمية، ودلوقتي هنقفلها ونحطها في التلاجة. لو انتي مستعجلة سيبيها على الاقل في التتبيلة ساعتين 3 ساعات. انا سبتها يوم كامل علشان تشرب من التتبيلة كويس جدا. هجيب البقسماط، مش هضيف عليه اي اضافات ولا ملح ولا بهارات ولا اي حاجة، وهبدأ ان انا احط البفتيك كده واطبطب عليه زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي كده، علشان البقسماط يمسك في قطعة اللحمة. وطبعا رفعنا الطاسة على النار وفيها زيت غزير. نسيب الزيت يسخن كويس جدا، واول ما هنحط البفتيك هنوطي درجة الحرارة بتاعة الزيت علشان اللحمة تستوي براحتها. وهي بس حوالي 10 دقايق واقل كمان من 10 دقايق هتكون اللحمة استوت. الطريقة دي فعلا خطيرة جدا. البقسماط يعني الغلاف اللي من بره ده بيمسك ما بيفكش ابدا. التتبيلة روعة في منتهى الروعة. اللي هيقولي بيض ومش بيض، كده كده اصلا كنا هنحطها في بيض. ولا فيها ريحة زفارة ولا اي حاجة، بل بالعكس طعمها حلو جدا. شايفين اللون بتاع البفتيك خطير ما شاء الله. هبدأ بقى ان انا اشيله زي ما انتوا شايفين كده، حاجة كده في منتهى الروعة. عملت بقى جنبها طبق مكرونة كده في اللذاذة، كان طعمه حلو جدا مع البفتيك. كنت بوريكم ان قد ايه الغلاف اللي من بره اللي على البفتيك ما بيتخلعش بسهولة. وبكده نكون خلصنا الوصفة بتاعت النهاردة. اسيبكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.